بجد الفكرة ان انا بقول الكلام ده من كل قلبي لان هو عن تجربة. كل حاجة بتحصل وتعاملوا مع السنة على اساس ان هي شهر. السنة اللي فاتت كنت عاملة فيجن بورد وكنت حاطة كده مكان معين كنت عايزة انزل تريننج فيه، وكنت شايفة ان هو حاجة صعبة شوية وحاجة مش مضمونة، بس جه وات بجد ايه اللي حصل؟ انا نزلت تريننج في المكان ده. انتوا متخيلين؟ وفي حاجة برضو تركاية كده بجد عن تجربة، الموضوع السحر هقولكوا عليها، هتخليكوا فعلا تحققوا حاجات كتير قوي من اللي انتوا عايزينها. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا النهارده الصراحه متفائله جدا جدا. ليه بقى؟ لان انا يعني كل سنه في الوقت ده ببقى متحمسه قوي للسنه الجديده، ببقى متحمسه قوي اشوف انا عملت ايه في السنه اللي قبليها. فخلونا دلوقتي نتكلم في ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في 2026 وتبقى يعني باذن الله عن بجد ثقه في ربنا، هتبقى حاجه كويسه قوي وحاجه هتفيدنا جدا. وبجد وعد 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 من ربنا مش وعد مني، ان الحاجات دي فعلا لو انتوا يعني كان عندكم نية كويسة وكان عندكم ثقة في ربنا وبعد كده ثقة في نفسكم، الحاجات دي 100% ان شاء الله بإذن الله هتحصل. فخلونا نبدأ على طول. مبدئيا انا عايزة اول حاجة تعملوها ان احنا نقفل الدفاتر القديمة. يعني ايه نقفل الدفاتر القديمة؟ يعني لو كان حصل اي حاجة في 2025 وحشة، خلونا نتكلم الاول على الحاجات اللي مش لذيذة. يعني اي حاجة حصلت وحشة كانت خارج توقعاتكم او خارج ارادتكم، يعني انتوا مالكوش يد فيها، ومثلا الموضوع كان نفسكم ان هو يكمل وما كملش، فالموضوع ده اثر فيكم قوي سواء بقى شغل علاقة او اي حاجة. فخلونا بجد ناخد قرار كده. انا عارفة ان الموضوع مش سهل خالص، وعارفة ان يعني منتهى الصعوبة اللي في الدنيا ان احنا نقفل مشاعر لسه مفتوحة. بس بجد يا جماعة والله العظيم صدقوني، القرار اللي انتوا مش هتاخدوه دلوقتي ويعني تدوسوا فيه كده على نفسكم هيتاخد بعد كده غصب عنكم، والحياة هتحطكم يعني في دوامة وانتوا لسه ما تعفتوش من الموضوع القديم، وهتبقوا غصب عنكم مضطرين ان انتوا تكملوا. بس ساعتها هتكونوا مكملين غصب عنكم عشان الحياة عايزة كده، وعشان انتوا ما لقيتوش وقت ان انتوا فعلا تقفلوا كل حاجة قديمة. فدلوقتي خلونا ناخد قرار، حتى لو القرار صعب مش مشكلة، خلونا ناخد قرار ان احنا اي حاجة قديمة ضايقتنا فجي وقت ان احنا خلاص نقفلها وما نفكرش فيها تاني. دماغنا ساعات هتغلبنا ومشاعرنا هتغلبنا ونرجع نفكر، بس يعني حاولوا بجد على قد ما تقدروا ان خلاص اللي فات مات، اردموا على اي حاجة قديمة. وبعديها ايه اللي هيحصل بقى؟ هتجيبي الورقة والقلم بتوعك، الأجندة مش ورقة مجرد ورقة عادية، لأ أجندة تكون شكلها لذيذ وبتحبوها، وتجيبوها كده وتقعدوا بقى كده ايه في روقان بينكم وبين نفسكم، تقعدوا انتوا الاتنين كده مع بعض، واللي هو انا مش هقوم النهارده غير وانا عارفه ايه الحاجات اللي لازم تتقفل وايه الحاجات اللي انا احطها عشان اعرف انا هعملها ايه السنه الجايه. اي رغبه انتوا عايزينها حطوها. بس يا جماعه خلينا واقعيين شويه، ان احنا بنبقى عايزين حاجات ولازم نبقى طمعانين في كرم ربنا، وكده كده يعني اي حد زي ما قلت لكم حاطط ربنا في حساباته يحقق له كل حاجه عايزاها، ده بجد وعد. بس المهم تخلوها اهداف منطقيه. يعني مثلا مش انتي هتخلصي كليه فتقومي انتي عامله حسابك انك مخلصه كليه و... وعايزه تتخطبي وتتجوزي وتسافري معرفش فين كل ده في نفس السنه، دي حاجه مش صح. خلوا بجد دايما الاهداف اهداف منطقيه واهداف واقعيه، وما تخليهاش كتير قوي قوي. وفي حاجه برضو تركايه كده بجد عن تجربه، الموضوع السحر هقولكوا عليها، هتخليكوا فعلا تحققوا حاجات كتير قوي من اللي انتوا عايزينها سبحان الله، يعني ايه، ب... بشيء الهي كده من عند ربنا. وهو ان انتوا وانتوا بتفكروا في الحاجه ان انتوا عايزينها تحصل، فكروا فيها بكل ما تملكوا من مشاعر واحاسيس وقوه وكل حاجه. يعني حطوا نيه ان انتوا تكونوا فعلا انتوا عايزين الحاجه دي قوي قوي قوي، وهتسعوا ليها قوي قوي، ويكون ده وعد بينكم وبين ربنا وبين نفسكم ان انتوا فعلا هتعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان توصلوا للحاجه دي. وان انتوا تكونوا يعني زي كده ما بيقولوا اللي هو يا انا يا الحاجه دي. انتوا فاهمين قصدي؟ مجرد ما الاحساس ده يجيلكوا وتعرفوا فعلا ان ربنا هيعينكوا، وان مفيش اي حاجه هتحصل غير ان ربنا هو اللي هيحرككوا واللي هيخليكوا هيسخر لكم كل حاجه انتوا عايزينها عشان هو عارف قد ايه انتوا عندكم رغبه في الموضوع ده. لو الاحساس ده تمكن منكم زي ما قلت لكم، بكرم من ربنا مش شطاره مننا ابدا. بجد احنا لو فكرنا ان اي حاجه بتحصل او اي حاجه بنحققها 1% بس شطاره مننا، لا، اي حاجه بتحصل يا جماعه والله العظيم هي من ربنا. استشعروا الاحساس ده قوي قوي، وخليكم كده حاسين ان انتوا من غير ربنا ولا حاجه، فساعتها ربنا فعلا هيكرمكم والله العظيم، وهتلاقوا الحاجه متيسره بشكل مش منطقي وبشكل كده اللي هو انتوا هتبقوا مسبهلين. عارفين احساس الاسبهلال ده؟ انتوا بجد مش هتبقوا متوقعين اللي هو ازاي ده حصل، وساعتها هتقعدوا تحمدوا ربنا وتشكروه كتير. وبالمناسبه اي حاجة عايزين منها زيادة احمدوا ربنا واشكروا ربنا على الحاجة اللي معاكم، وسبحان الله ربنا هتلاقوه بيديكوا الحاجة اللي انتوا بتتمنوها، او الحاجة اللي انتوا عارفين كده. مش ساعات بنقعد بينا وبين نفسنا قلبنا كده بيتمنى حاجة ويعني هو مش عارف هي ممكن تحصل ازاي، بس عارفين التمني ده؟ صدقوني صدقوني لو بجد وثقتوا في ربنا 1000000% وحمدتوا ربنا وكل حاجة وشكرتوه على كل حاجة كل حاجة عندكم،
هتلاقوا ان انتوا عندكم رزق وخير انتوا مش متخيلينه. فدايما خلي الموضوع ده في حساباتكم في التخطيط للسنه الجديده. دايما خلوا ان احنا اصلا ماشيين اولا بربنا ثم بقى بالحاجات اللي احنا عايزينها. وبعديها هتجيبوا الاجنده زي ما قلت لكم، هتكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها. هتعملوا كده الجزء الاول ان يكون عندكم اهداف، كام هدف كبير، دي كده تخلوها في جزء لوحدها. وتيجوا بقى على كام صفحه زي ما انتوا عايزين، كل يعني ان شاء الله تملوا الاجنده كلها. تكتبوا بقى كل كبيره وصغيره. يعني مثلا انا مثلا بعملها ازاي، بكتب كده سطر علاقتي مثلا بربنا، واكتب تحتيها فقره. تمام، فاهمين قصدي؟ عايزه مثلا اعمل ايه في علاقتي بربنا، وبعديها اكتب العنوان التاني مثلا ايه، الدراسة. مثلا أنا عايزة أخد كورس معين في مجال معين، فأكتب الدراسة، وبعديها أكتب فقرة تانية عن كل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، كل الحاجات اللي أنا عايزة أخدها. فبعديها الفقرة التالتة مثلا علاقتي بأي حد، أو فاهمين قصدي؟ أي حاجة، يعني أي حاجة عايزين تعملوها في السنة دي. شخصيتكم ممكن تكتبوا كده الشخصية، وتشوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه في شخصيتكم وتطوروها في شكلكم. يعني بجد هيبقى جرو اب كامل من كل حاجة. فاكتبوا كل حاجة، كل حاجة نفسكم فيها، وما تسيبوش تفتوفة واحدة من غير ما يبقى كاتبينها بجد. لان انتوا وعد هتتفاجئوا ان وانتوا بتفتحوا الاجنده بعديها بفتره مثلا، او بعديها بسنه، بعد مثلا بعد السنه ما تخلص، هتكتشفوا ان انتوا حاجات حصلت لكم وانتوا كنتوا كاتبينها وكنتوا بتتمنوا من ربنا ان هي تحصل. وهتفتكروا اللي هو ازاي انا كاتباها بالنص كده وازاي حصلت لي. انتوا متخيلين؟ بس ده مش هيجي غير زي ما قلت لكم باحساس الثقه التامه في ربنا، والتسليم التام لربنا لكل حاجه، وان ربنا هو اللي بايده كل حاجه. لان يا جماعه بجد لولا الاحساس ده مفيش حاجه هتحصل، خليكم متاكدين من ده. المهم زي ما قلنا نكتب كل حاجه. بعد ما نكتب نروح كده زي الشاطرين على بنترست، نعمل فيجن بورد بكل حاجه احنا فكرنا فيها. قسموها كده. يعني مثلا انا ان شاء الله هتخرج السنه دي، فاكيد من ضمن اهدافي ان انا بعد ما اتخرج اشتغل، فهجيب صور مثلا الاماكن اللي انا عايزه اشتغل فيها. وبالمناسبه على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، السنه اللي فاتت كنت عامله فيجن بورد، وكنت حاطه كده مكان معين كنت عايزه انزل تريننج فيه، وكنت شايفه ان هو حاجه صعبه شويه وحاجه مش مضمونه. بس جس وات، بجد ايه اللي حصل؟ انا نزلت تريننج في المكان ده. انتوا متخيلين؟ فلما جيت فتحت الحاجات القديمه، اللي هو ايه ده، بجد 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 ان الحمد لله ان الحاجات بتتحقق بجد. ما تحسوش ان الدعاء او التمني او اهدافكم ده شيء صعب، مفيش حاجه صعبه. المهم تعملوا فيجن بورد وتجمعوا فيها كل مراحل الحياه الجايه خلال السنه دي. يعني انا شايفه نفسي في بدايه السنه انا هكون بعمل كذا، الربع التاني من السنه كذا، الربع التالت، وهكذا لحد ما السنه تخلص، وتجمعوا فيها كل الصور. واهم حاجه الفيجن بورد دي تخلوها انا ما طبعتهاش قبل كده، بس السنه دي ان شاء الله اول مره هطبعها. دايما كانت بتبقى معايا على الموبايل او على اللابتوب، على كفر اللابتوب او كده، دايما كنت بحطها. فبجد خلوها قريبه منكم قوي، وخلوها دايما قدام عينيكم. يعني كل يوم لما تصحوا تشوفوا الفيجن بورد اللي انتوا عملتوها دي، وتفكروا نفسكم انتوا كنتوا فين وبقيتوا فين. وعشان بجد يا جماعه الاهداف بتتنسي. يعني مثلا السنه السنه طويله، تمام، السنه بجد طويله قوي. فان احنا نعمل فيجن بورد وما نشوفهاش خالص خلال السنه دي حاجه مش صح. يعني حاجه هتنسى وهتخلينا ننسى ايه الاهداف بجد اللي احنا كنا حاطينها. فانتوا بجد كل يوم او حتى يوم في الاسبوع دايما تفتحوا الفيجن بورد دي وتشوفوها، وتشوفوا ايه اللي عليه الدور، عشان ما تنسوش وعشان ما تتشتتوش في السنه. عشان انتوا لو سبتوا نفسكم، اكتر حاجه بالمناسبه بتخلينا ما نحققش اللي احنا عايزينه هي ان احنا بنتشتت وما نبقاش عارفين احنا المفروض ايه اللي عليه الدور يحصل. انتوا فاهمين قصدي؟ فدايما خلوها قدامكم وفكروا نفسكم بيها، وتعاملوا مع السنه على اساس ان هي شهر. بجد خلوا كده كل بدايه شهر كأن الشهر ده اخر شهر في السنه، وتبداوا تشوفوا طب انتوا فاضل لكم ايه وعايزين تعملوا ايه. خلوا دايما ان السنه تكون فيها اهداف ليها علاقه بكل حاجه. علاقتك بربنا دي اول حاجه. تاني حاجه علاقتك بالناس، لو انت عندك مشكله مثلا في التعامل مع الناس، ازاي تتعاملي مع الناس وازاي تبقي احسن، دي برضو تحطيها هدف. ومش ان انت ترضي الناس او تسعي لرضاهم، لا خالص. ان احنا نكون بس عارفين نتعامل باسلوب صحي، بشكل صحي، بشكل سوي، بشكل ما يأثرش علينا. ان انت تفهمي نفسك كويس جدا. لو عايزين بقى حاجات ليها علاقة باللبس والشكل والحاجات دي كلها حطوها. بجد بجد حطوا كل حاجة. وصدقوني زي ما قلت لكم، لو استشعرتوا بشعور التسليم التام لربنا، وان هو ان انتوا تقعدوا تتكلموا بينكم وبين نفسكم، اللي هو يا رب انا عارفة ان انت ان شاء الله هتعمل لي كل حاجة انا عايزاها، وبقدرتك انت وبعونك، قبل اي حاجه قبل اي حاجه ان شاء الله كل حاجه هتحصل. لو وصلتوا للشعور ده صدقوني هتيجوا السنه الجايه وتقولوا لي يا سما حصل كذا كذا كذا، واحنا فعلا حققنا كل حاجه احنا عايزينها، عشان طمعنا في كرم ربنا وعرفنا ان هو المتحكم في كل حاجه، مش شطاره مننا ابدا. بجد الفكره ان انا بقول الكلام ده من كل قلبي، لان هو عن تجربه. كل حاجه بتحصل
بمشيئة الله. وبجد كده كده انتوا هتتغيروا وهتعملوا كل حاجة انتوا عايزينها وهتبقوا نسخة احسن كتير قوي قوي من نفسكم. فخليكوا دايما واثقين في ربنا وواثقين في نفسكم واثقين في الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. وبجد ان شاء الله كل حاجة هتحصل، ده وعد. وبس انا كده خلصت. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، وادعوا لي يا جماعة عشان انا امتحاناتي خلاص فاضل لها كام يوم كده ونبدأ. وان شاء الله كل اللي عنده امتحانات يخلصها ونتخرج كلنا وكل واحد يعمل كل حاجة هو عايزها، والناس اللي متخرجة تنجح في شغلها وتبقى احسن ناس في الدنيا. وبجد بجد ان شاء الله باذن الله كل حاجه تبقى تمام وكل حاجه هتبقى بيرفكت بفضل ربنا باذن الله. وبس. باي باي.